والله العظيم مش عم يستوعب يا جماعه. هلا عم بقولوا مفتعل وشي عملوا مفتعل يلي هو ابراهيم دياز، يلي هي هيدي هي منا مفتعله. تفكر فيها مستحيل ابراهيم دياز يفتعل هذا الشيء قدام كل هالملايين المغاربه وكل بس يا جماعه من بعد ركله جزاء شوف قدامكم هاللقطه، سدد لا وقع على الارض، والمنتخب السنغالي ما احتفلوا، والمنتخب المغربي كانه لقطه طبيعيه، يعني كانها تسديده سدد طبيعيه وعلى حارس مرمى، مش كانه اخر ثانيه ولقطه حسم ولا كانه في شيء. شوفوا اللقطه قدامكم، حتى هم ماني قال له لمندي خليك واقف هيك على الطبيعي، قال له خليك طبيعي خلص بس خليك طبيعي. وفوق كل هيدا يا جماعه ابراهيم دياز هو شميل شاطه باليمين. ليش شاطه باليمين اخي؟ شاطه باليمين، هو شميل بيلعب شمال. شيء منه طبيعي، شيء منه طبيعي. يعني اقول لك مفتعله؟ لا منه مفتعله، بس اقول لك شوف هاللقطات اللي قدامك شيء منه طبيعي. اقسم بالله اول مره بنصدم بحياتي بلقطه كرويه، والله العظيم اول مره بشوف لقطه الى اثاره جدل ونهائي كاس افريقيا واخر ثانيه وينزل جمهور يخبط بالملعب وكل هالشغف وكل هالاثاره الجدل، واخر شيء يجي ابراهيم دياز يلي هو ما له خبره بركلات الجزاء. ليه بتسدد ركلات الجزاء؟ ليه بتسدد؟ ليه مش حكيمي؟ ليه مش واحد تاني؟ ليه لما سدد ابراهيم دياز رجع طبيعي كانه ما في شيء؟ وليه لما طلع عن ضغط ودم شيء منه طبيعي يا جماعه؟ شيء ما بيفوت بالراس. ما بدي اقول لك انه والله مفتعله ومنه مفتعله، بس اقسم بالله يا جماعه انا شخصيا مصدوم باللي صار. والله يكون بعون اهل المغرب، هيدا اللي بقوله بس.